هو إيه اللي بيحصل في الفيسبوك كده يا جدعان؟ فجأة كده لقينا بوستات الفضايح تملى صفحات رواد الفيس. ممثلين وسياسيين ومواطنين عاديين شاركوا في ترند الفيسبوك، وكل واحد منهم كشف الناس اللي بيدخلوا يراقبوا صفحته وسط حالة من الضحك الهستيري خلت الناس فضحت بعضها. يا عم مارك، والنبي يا عم خد بالك من فيسك وحياة أبوك. الناس صحيت من النوم لقت الدنيا داخلة في بعضها، وكل واحد بيخبط على صفحة التاني. ده غير إن الفيس بيبعت طلبات صداقة لوحده كده وبدون إحم ولا دستور، وأي واحد كان بيدخل بروفايل واحدة أو واحد تاني علشان يشوف هو كاتب إيه اتفضح واتعرف وبقت فضحته بجلاجل. كل اللي بيراقبوا صفحات غيرهم اتفضحوا في منت كده. الفيسبوك بيرسل طلبات صداقة لوحده يا جدعان. طب إيه اللي بيحصل؟ عايزين نفهم يا عم مارك. مارك مش بيرد، والفيسبوك لم يخرج بأي بيان رسمي حتى الآن يفيد بوجود عطل. خناقات كتير حصلت بسبب العطل ده بين أزواج ومخطوبين. بنت نشرت على صفحتها بوست من شوية منشنت فيه لخطيبها وقالت: باعت آد لأمنية صاحبتي ليه يا محمد، عجبك يعني ولا إيه؟ لو عجباك قولي وأنا أخطبها لك عادي يعني ما تتكسفش. وواحدة تانية جوزها صحي من النوم لقاها بتطلب الطلاق، بقى سهران طول الليل تبعت آد للبنات. باعت آد ل56 بنت في ساعة واحدة يا مفتري. لما أنا مش مالي عينيك سيبني على ذمتك ليه؟ طلقني حالا لو سمحت. الراجل كتب بوست من ساعتين يحكي فيه الواقع ويقسم بأغلظ الإيمانات إنه ما بعتش آد لأي حد ولا بنات ولا حتى صبيان. وواحدة تانية منشنت لأخوها في بوست وكتبت له: خليك جوه بروفايلك وما تدخلش بروفايلات البنات علشان الجو بره قلق، ومارك هيخلي فضحتك بجلاجل. طبعا في ناس كتير هاصت في الهيصة وكله شمتان في بعضه. واحدة كاتبة بتقول: الله يسترك يا مارك زي ما كشفتهم على حقيقتهم. وواحدة تانية بتلقح كلام على زمايلها في الشغل ومنشنت في بوست كاتبة فيه: طب ما علينا من التحديث الجديد، انت بقى داخل تتفرج على البروفايل بتاعها ليه اصلا؟ واحد رد عليها وقال: احسن اهو ربنا كشفه، هو ليه بيدخل صفحتها يراقبها؟ وزميل تالت قام رادد عليهم وقال لهم: اصل الفيس لقاه مش راضي ياخد خطوه جاده ناحيه زميلته فخدها له هو. منك لله يا مارك، هتضيع مستقبلنا الضايع اصلا. وواحده تانيه كاتبه: فعلا والله القرايب عقارب، اكتشفت انهم كلهم بيدخلوا صفحتي يراقبوها بصفه يوميه، مع انهم عمرهم ما حد منهم عمل لي لايك ولا كتب لي تعليق ولا حتى قال لي انت بتعملي ايه. ولا واحد كتب وقال: رغم ان صفحتي عليها 200,000 متابع وفيديوهاتي مالية الدنيا وبتحقق مشاهدات كبيرة، دايما كنت بسأل نفسي هو ليه مفيش حد من أصدقائي أو زمايلي أو حتى قرايبي بيدخل يعمل لي لايك ولا كومنت، ودايما محسسني إنهم مش شايفيني أنا بعمل إيه. لكن النهاردة الفجر جاني الرد بسبب التهنيجة بتاعة الفيس. أتاريهم كلهم بيشوفوا فيديوهاتي لكن للأسف مستخسرين يدعموني أو مش عايزين يقولولي أنت بتعمل حاجة كويسة. ياه، حتة تهنيجة في الفيسبوك كشفت أحقاد كتيرة كانت مدفونة وإحنا مش عارفين. ربنا يصلح الحال. أما واحد تاني كتب وقال: يا نهار ألوان، ده لو رسايل الفيس اتفتحت على بعضها زي طلبات الصداقة كده الكوكب كله هيتطلق في 6 ساعات بصوت السادات. أما أنا بقى فلا حسيت بعطل ولا حد عمل لي آد ولا حد سألني أنتي بتراقبي صفحتي ليه. واضح كده إننا بنحب نهري في المهري على رأي اللي قال. طبعا كلكم عارفين مين اللي قال. أيوة عليكم نور، أهو هو ده اللي قال لنا إيه: بطلوا هاري. بس إحنا ما بطلناش، وواضح كده إننا مش هنبطل أبدا، وربنا يستر على بقية اليوم. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.